واخيرا خليجي 25 بصراوي. بصراوي بس بالاسم لو بالحقيقة؟ شنو تقصد؟ كلنا نعرف ان كرة القدم مو بس لعبة، وانما صارت ثقافة شعب وجزء كبير من واجهة الدنيا، ومن خلالها الكل يريد يروج لافكاره ومعتقداته، من قطر وترويجها للاسلام وللثقافة العربية وقيامها بحركة البشت النجفي اللي درسوها. نجفي؟ اي قماشة نجفي الى المانيا وترويجهم للعلم. فهل الاتحاد العراقي يفكر ان يستعرض ثقافة العراق والمجتمع البصري القديم من الفراهيدي وابن الهيثم وصولا الى الشعراء بدر شاكر السياب مصطفى حرب؟ ومصطفى حرب والموكب والمحموطة وكرم أهل البصرة وعاداتهم باستقبال الزوار بالأربعينيين، هذا كله من ثقافة البصرة اللي راح يكتفون بفرق الدق والرقص وفنانين التحشيش ويهمشون الجانب الديني من هاي الثقافة. زين شلون نقدر نعرض هاي الثقافة لهم؟ يعني مثلا نقدر نستقبل الضيوف أثناء دخولهم للملعب بنداء الزيارة المعروف هلا بالزوار، اشرب شاي زاير، ثقافتنا، أو نصدر بطولات شهدائنا اللي لولاهم ما قامت هاي البطولة بالعراق. يعني ما تشوفها عيب نصدر هاي العادات الشعبية على الضيوف؟ قطر سكانها 3 ملايين ومساحتها 11,000 كيلو، وغصبا على الكل صدرت ثقافتها بكل العالم، وانت تستنكر تصدر الثقافة البصراوية اللي عدد سكانها تقريبا ضعف سكان قطر ومساحتها أكبر إلى 7 دول عربية بس. عجيب.